جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها. لكن ما يهز حتى حد التليفون. البارح كلمتهم قالوا الفاكس خلط، اون فا ديسيدي تنشوفوا شكون اللي نعينوا باش يمثل الوزاره. كي نكونوا احنا اكثر موضوعيه ونعطيوا الكلمه للناس الكل، لكن الوزاره اليوم ما عادش يهز علينا حتى حد التليفون وما عندهاش شكون يمثلها. راهم مش منهم هما تقصير، دونك حق الرد يبقى لهم مضمون، وبالرغم من هذا يبقى حق الرد ديما مضمون للوزاره وقت اللي تحب. لكن يا ريت الوزاره تعمل باكثر موضوعيه وحرفيه. وقت اللي كي نبعثوا لك ونقولوا لك راه باش نعملوا موضوع مهم كيما هالحمله هذه الكبيره اللي اليوم موجوده، كنا نتمناو انه ممثل عن الحكومه يكون حاضر، حتى ولو مندوب جهوي او اي شيء من هذا القبيل، على الاقل باش يكون البلاتو فيه كليبر. نبدا معك سيدي مامون، خبير دولي في البترول. خلينا نسألك الساعة، أنت ممن بالحملة، منخرط في الحملة هذه إلى جانب الرأي العام منخرط فيها، وإلا مش بالشكل اللي موجود عليه اليوم؟ أنا منخرطت فيها ومن عندنا 3 سنوات ولا 4 من 2011، وكان أنا نعطيك أنه معناها شواريت لك توا. أي أرتيكل من عام 2007 2007 وعملت 2009 و2008. معناها وقت بن علي وقلت الشيء اللي نقول فيه اليوم. ووقتها كانت تثبت انه ما عادش يخلوني ندخل لي باز نتاع البترول وبلاتفورم، وحكيت انه الانتاج وحكيت السياسه الخاطئه وحكيت الحاجات الكل. ولكن كنت نتصور ان التوانسه ما همش، ما كنت انا جاي من معناها مع شركات اجنبيه معناها عالميه، دونك كنت نتصور انه نجم نفيدوا التونسي بالخبره وبالتجربه. لكن لقيت انه هو مقصود الشيء هذاك الكل، وكانت التسيب والاهمال والسرقه والكل كان موجوده، وكانت سياسه. لكن نزيد ناكد حاجه اليوم، انه بعد بن علي السرقه ولت 10 مرات اكثر. احنا تربينا كبرنا وكبرونا الحقيقه، ويظهر لي انت بيدك معانا انه تونس ليس لديها ثروات. تونس بلد فقير، وتونس اذا كان عنده ثروه فهي الثروه البشريه، العباد اللي تخدم، العباد اللي تجتهد، لا بترول ولا غاز ولا غيره من هذا القبيل. وهذا كله كلام ترهات. فما شكون يوصل حتى يقول انه هذه حمله مشبوهه وحمله معناتها كلام فارغ نتاع ناس ما عندها ما تعمل، نتاع ناس طماعه، سامحني في الكلمه، نتاع ناس تحب تحط مخده وفرش ما تخدمش وتجي الفلوس حتى للدار. فما شكون يحكي حتى على 8 ملايين شهريه كل شهر وانت راقد في دارك ما تعمل حتى شيء، وهذا ما يخرجش علينا كتوانسه. نحب نقول حاجه، ان الناس هذوما اليوم ان شاء الله كي يطلع عنا بترول ما ياخذوش بايهم. هذا اللي نحب نقوله. ان شاء الله الناس هذوما يشدوا صحيح وما يقولوش على بايهم نحبوا باينا. ماذا بينا خلوا الناس اللي مأمنه اللي ثم بترول مسروق، وبحول الله باش نكشفوا. ايش معناها معناتها فما بترول؟ فما بترول، وفما بترول كبير مسروق، وفما بترول كبير موجود تحت القاع مازال مش مكتشف. باش نعطي معلومه اول مره باش نقولها للشعب التونسي. ايوه. الحقل نتاع الحمامات كانت مبرمج 2015 تنقيب على 15 ما بين 15 و20 بئر حفر، والانتاج نتاع 100,000 بريل سنويا، 100,000 بريل يوميا. كانت مقرر باش تبدا في 2015 الحفريات. الحقل هذا من 2007 معروف، من 2007 الحفريات اللي صارت قبل الثوره اكدت اللي ثم 3 طبقات تاع بترول وغاز، وعملوا الريشيرش نتاعهم فيرتيكال وريزونتال، تاكدوا من كميات كبيره من الغاز ومن الزيت. وقت اللي قامت الحفره الاولى اللي صارت وقت الكوبر كانت فوقه التورش وصلت 50 متر نار تشعل فوق. معناها باش تفهم قوه البئر هذا. وسكروا كعملوا 4 بوشونات، ومستعد اليوم نجيب الشخص اللي يعمل البوشونات ال4 اللي سدوا بها البئر. اليوم موجود الشخص هذا ومستعد نجيبه الاعلام ويشهد اللي 4 بوشونات سكروا بها البئر هذا، وقالوا سكروا ما ثماش بترول. واليوم كانت تباعت كوبر، باعت معناها الشركه اخرى، والشركه الاخرى هذه كانت مبرمجه 2015 اجباريا، كانت باش تحفر ما بين 15 و20 بئر، وانتاج نتاع 100,000 بريل يومي. اللي يقولوا اليوم ننتجوا 50,000 هذا حق الواحد باش يكون نتاع 100,000 بريل، ونتحداهم. كان يقول لي واحد العكس. باهي، انا يبقى السؤال هنا ارجع لك بعد شويه جاوبني عليه سيدي مامون. كيفاش دوله غارقه في الديون يعلم بها ربي، شاشيت هذا على راس هذا، صناديقها الكلها دخلت في عجز، عندها هالمخزون وهالثروه هذه الكل
ومطفي عليها الضوء وما تقولش عليها وما تستغلهاش باش تعاون روحها وتكلت وتدور من دوله لدوله يا كريم تعلق. ونرجع لك بعد شويه يقول لي المعادله هذه كيفاش تركب. لسعد الذوادي الخبير الجبائي نرجع لك جست بعد الفاصل الحقيقه نشوفك اذا كان انت من المنخرطين ايضا في حمله وينو البترول وباي شكل راجعين. خلينا نلوجوا على الحقيقه اذا كان اليوم فما بترول مطفيين عليه الضوء، اذا كان فما بترول قاعدين يستغلوا فيه بشكل فاسد، شنو هو الحقيقه بالضبط في الموضوع؟ نرجعوا لموضوعنا وينو البترول. لسعد الذوادي الخبير في الجبائيه بحذنا، انت محلك من الاعراب في حمله وين البترول. أنا الحملة متاعي بديتها في 2011 وانطلقت وقتها، خططت وحدي باش نعمل حملة لتحسيس عموم الشعب بالثروات الوطنية وبكيفية النهب متاعها. وكانت الانطلاقة من إذاعة تطاوين في الليل مع الأخت آسيا البرهومي، فهمتني، وانطلقنا ومن بعد تعدينا إذاعة صفاقس حتى لوصلت العاصمة، فهمتني. إذا الحملة متاعي بالضبط، الحملة متاعي أنا بديتها من سنة 2011 مش اليوم. توا نحن اللي واقع اليوم هو أنه معناتها الحمد لله بدينا نشوفوا في النتائج متاعك الحملة اللي انطلقت سنة 2011 وشوفنا برشا حاجات. مش كان هذه أنا عملتها كما مسألة السر المهني والسر البنكي، تعرف اللي أنا قدتها الحملة، فهمني. وفي الأخير الفضل طبعا يرجع لصندوق النقد الدولي مش للمنافقين. المنافقين تصدوا وقت اللي تقدم المقترح التشريعي المتعلق برفع السر البنكي، إلا أنه صندوق النقد الدولي وقتها هدد. معناتها مختصر الحديث لسعد الذوادي زاد يقول أنه فما بترول مخبي على الشعب. طبيعي، ثم نفترض بالك هي المسألة راهو ثم شقين في الموضوع. وأنا اللي نلاحظ فيه أنا دخلت من خلال بعض وسائل الإعلام ووضحت ثم مسألة السرقة، مسألة العدادات وكذا والكميات اللي تخرج هذا اللي اكتشفناه ديجا واللي قاعدين نستغلوا فيه. لكن رد بالك ما ماش كان هذايا برك، ثم الجانب الآخر يلزمنا نركزوا عليه هو جانب الأسعار التحويل. ردوا بالكم راهو أسعار التحويل خطيرة جدا. شو معناها أسعار التحويل؟ شنو معناتها؟ معناتها هو نحطوا وأنه خرج نفط ب1000 مليار، قيمته خرج كميات نتاع نفط قيمتها 1000 مليار. شو يعمل هو؟ يجينا يقول راني صرفت 950 مليار، راهو ثم 50 مليار، هاو 25 نتاعكم و25 نتاعي. وقت اللي تجي تشوف أنت توجد اللي هو صرف كان 100 مليار. معناتها نحن باينة باش يتيح 450 مليار، لأنه 1000 مليار نحي منها 100 مليار المصاريف اللي صرفها هو، يقعدوا 900 يعطيك الصحة. ناخذوا إذا كان نحن 50-50 ناخذوا احنا 450 وهو ياخذ 450. التضخيم هذا الإشكالية فيه، وهذا ثابت من خلال التقرير اللي عملته دائرة المحاسبات، هذا ثابت. وثم المصايب اليوم هو أنه ثم فواتير مختلفة على القيمة نتاع بعض الفواتير عندها أكثر من 10 سنين. الإشكالية ما تحلتش. هل يعقل هذا؟ أنه اليوم أنت كمستثمر في المجال هذا وأنا كدولة شريك ليك واختلفنا، معناتها جينا نراقبوا في بعض الفواتير، فاللي يبقى النزاع بيناتنا 15 سنة تنسى العملية. سي ذوادي في النقطة هذه قرب ميكروك سيري باش نسمعوك. في النقطة هذه لينسكو، هذه لينسكو 85 ولينسكو 105 هذوما دخلوهم طرابلسية، هذوما هربوا بعد الثورة بالضبط. معناها دو بلاتفورم في البحر، واحدة منهم قعدت 4 سنين وواحدة قعدت 3 سنين. يوميا باش نعطيك لينسكو قداش يوم نتاعها في البحر 280 مليون. قعدت 3 سنين في البحر تلعب، ما حفرت حتى شيء وما طلعت حتى شيء. نهار اللي امبيزارات باش تعمل لنا الحساب نتاع اي دوكوفات باش تكون، باش تحط لنا ال4 سنين نتاع انسكو 85 وباش نخلصوها، والشركه هذه هربت معناها فصعت. دونك اليوم شكون باش نطالب وشكون باش نحاسبه؟ اذا باش تحط لي فاتوره وقت اللي عمل بير واحد تكلفوا 70 مليون دولار في وقت اللي عملوا في فاي، جا في الفاي ويحفر، سي نورمال البترول ما يكونش في كاسور يهرب. دونك انت كي خسرت 70 مليون دولار في فاي، شكون الاذن لك؟ وين؟ خاطر احنا باش نقعدوا معاهم في الشطر، باش نقسموا معاهم في الإيشارج وتحسبوا علينا الإيشارج الكل بعدنا. سواء ربح ولا خسارة. باش نحسبوا الإيشارج الكل على تونس وبعد نقسموا الباي.
فالمشكله الكبيره انه باش يحطوا لنا على الاقل 500 600 مليار امبيزارات، وهي توا عندها 15 سنه وهي ما اكتشفت معناها البير مسكر والدنيا مسكره. هذو نعطيه قصه اخرى على باش نعطيك قصه هذه حقيقيه وقعت مع شركه اجنبيه وجدت بير. تبع معايا مليح. لقات بير في تونس باش مبين لك اللي راهو اليوم اللي جاء في وسط التقارير راهو غير كافي. علاش؟ لانه ثم حيل والاعيب فنيه اللي ما يعرفوهاش المراقبين وللاسف. طبعا مش هم مختصين ما يعرفوش. انا من القصص اللي سمعتها يوم الاحد شخص نشط في المجال هذا وهو خبير، مش من قيل وقال هذه. لا مش من قيل، هذا خدم مع شركه كنديه هنا في تونس. مره قال لي ثم بير نخدموا فيه يخرج كميه في النهار، نحطوا مثلا 1000 برميل في النهار. قال لي مشينا معناتها بعدنا على البير هذاك وحفرنا بير اخر، خسرنا فيه ما يقارب 7 مليارات لكن ما وجدنا شيء. الجماعه داخوا في امرهم شنو باش نعملوا. علاش؟ لانه نحن في القانون متاعنا كل بير نتيجته وحدها، كل بير نتيجته وحدها. ما تستعرفش الدوله التونسيه بالخساره اللي عملتها انت في البير اللي موجود فيه شيء. ايش عملوا؟ شوفوا الخبث شنو عملوا. يعاودوا يحفروا ويمشوا افقيا مش عموديا، ويمشوا افقيا يوصلوا البير الاخر يولي هذايا يخرج شطر الكميه. باش هكاك يحسب لك هاك 7 مليارات اللي تخسروا ونتحملوهم نحن. شكون باش يفيق بهذا برا؟ لو شكون باش يفيق؟ او كذا عمال غادي اللي هما منهم التونسي هذا فاق. ولكن انت اليوم وقت اللي ما عندكش آلية اليوم متاع إخبار وإعلام، لا آلية إخبار اليوم أنت ما باش تحب تكافح الفساد وتكافح النهبة متاع الثروات متاعك. وينو يا خويا حماية المخبرين وحماية الشهود وحماية الخبراء اللي جات اليوم في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رفضوا تفعيلها؟ اليوم هل يعقل من سنة 2008 تبع معي حبك تفهم، هل يعقل من سنة 2008 انت موقع على اتفاقيه نتاع الامم المتحده لمكافحه الفساد واليوم ما ندخلوهاش في التشريع الداخلي وما نحترموش الاحكام نتاعها؟ هذه مش نرجع لك. لا يعقل ما تنرجع لك. هذه مش دوله مارقه لا تحترم التزاماتها الدوليه. نرجع لك على الكلام هذا الكل. ما خلينا نمشي زاد لاحد منسقي حمله وينو البترول على الدين عطيه اللي موجود بحدنا زاد في البلاتون. نعاود نذكر وجهنا دعوه الى وزاره الصناعه ينجموا من توا للساعتين كان يخلطوا علينا ياخذوا التليفون ويتكلموا في كل موضوع اللي قاعدين نحكيوا فيه. راهو وجهنا لهم الدعوه من البارح ووصلهم الفاكس وتاكدنا من هذا وعلمونا انهم باش يتم تعيين شكون، وتوا ما نعرفوش شكون ينجم يمثل الوزاره هذه باش ياخذوا حق الرد في الكلام اللي قاعد يتقال واللي هو اعتبره خطير. علاء الدين عطيه منسق في حمله وينو البترول، منين بدات الحمله هذه وكيفاش تولدت وعلاش في التوقيت هذا بالذات؟ والله تولدت الحملة ذي بطريقة عفوية ساعة. ناس مأمنة بالقضية هذية، وحتى كان مش مأمنة انه ثم البترول خاطر الناس خاطر الموضوع هذا الخبراء هو يأكدوه لنا، لكن انا حتى كان عندي حق في جوبلي بترول حاب نعرفه وينه. فهمت؟ دونك ماهيش مسألة شفافية اكثر منها كل شيء. دونك صارت ردود فعل على الفيسبوك. هبطنا نهار الجمعة قدام ليتاب، كان صحيح كان عدد بسيط لكن كانوا ثم برشا ناس مأمنين بالقضية ذي، والدليل انه الحملة اللي نظمناها يعني يوم السبت كانت ناجحة زي نقول. يعني نأكد حاجة أخرى اللي وراء الحملة ذي حتى حزب وراء الحملة ذي حتى يعني مساندينها بعض الاحزاب تبناوها على الاقل. انا شنقول انا نقول على يعني اي انسان يخدم الملف هذا يعني على رؤوسنا ونرحبوا به، لكن ما نحبوش نحطوا الحمله هذه تحت حتى حزب مهما يكون هو شكون، هو يحب يخدم الحزب هذايا يخدم ربي يعينه. لكن هذه ردة فعل شعب، ولازم الناس يعني الناس اللي تخدم في المجال هذايا تاخذ يعني شرعيتها من الشعب، تاخذ شرعيتها من الشعب. ونأكد مرة أخرى ما يقف حتى حد وراء الحملة هذه، بالعكس
ناس متطوعين. علاش اليوم معناتها على الدين عطيه انا سالتك علاش في التوقيت هذا بالذات؟ اوكي علاش اليوم؟ على خاطر حسينا. ثم جاوبني على سؤال مهم جدا لو كان تسمح، واللي اليوم ولا يتداول وحتى جزء من الراي العام ربما اللي مش مساند الحمله هذه يقول لك احنا مش ناقصين التكركير ومش ناقصين الطمع، هذا شعب ما صدق الربي قالوا له راهو عندك، كذبوا عليه قالوا له راهو عندك شويه بترول، هو كركار يحب يشد داره وتجيه الشهريه حتى للدار، هذا كلام قاعد يتقال. اوكي علاش اليوم؟ على خاطر حسينا بالخطر اللي قاعده تتعدى به الدوله ساعه، فهمت؟ هذا علاش اليوم يعني. وتاكدنا انه اكثر حاجه انه الاحزاب ماهيش باش تلقى، يعني ماهيش باش تلقى حتى، يعني ماهيش تلقى لك حتى حل. يعني اذا الشعب ما يقفش روحه بصراحه، اذا الشعب ما يقفش روحه ما نستناو حتى حد باش يلقى لنا حل. هذه حاجه. الحل انه اليوم نلقاو البترول؟ الحل هو حل من الحلول ولا من بين الحلول؟ هو حل من الحلول. يعني تقول لي انت ناس ما تحبش تخدم، حطيته في معادله صعيبه اللي هي الحقوق والواجبات، بمعنى انه هذا شعب يلوج على حقوقه وناسي واجباته، واحنا ما نجموش ننكروا انه الشعب اليوم مالوريزمون كركار اكيد فيه اكيد، لكن ماهوش كلمه. فقبل ما تلوج على حقوقك خويا انت قايم بواجباتك ولا؟ لكن خليني نمشي معك حاجه اخرى. صحيح المسؤوليه مشتركه بين الدوله والشعب، لكن خلينا انا نسال سؤال واحد اخر. هل مسؤوليه الدوله يعني في بلاصه انها تاخذ عقود، تاخذ قروضات بالالاف المليارات، الاولى انا خير بلادي نستنفع به. الاولى اني انا يعني نورط اجيال في يعني نورط اجيال في قروضات الله اعلم وقتاش باش تخلص وكيف باش تخلص وشنو الشروط اللي باش لازمنا ننفذوها باش ناخذوا القروضات هذه. دونك الاولى انا نلوج خيراتي وين، ومن بعد يعني نتعداو المرحله من بعد اللي هي مسؤوليه الشعب انه لازم يخدم. هذه حمله توعويه وهذه عقليه قبل كل شيء. فهمت؟ على خاطر نجم نمشي معك ممكن الانسان تلقى عنده الفلوس ولاباس عليه لكن ما يحبش يخدم، مش قضيتوني، لكن ثم الاف الناس اللي قرات وتعبت وضحات لكن ما بقاتش وين تخدم زاد. هذه المشكله. سؤال بربي بسيط وجاوبني بكل صدق. اكيد ممنين انه فما بترول ويلزم يقولوا عليه والا ما تعرفوش وتحبوا تعرفوا؟ والله انا بالنسبه لي انا ماذا بيا الشفافيه قبل كل شيء. معناتها علاش عنوانها وين البترول مش وين الشفافيه؟ وينهم الفساد؟ هي بالضبط هو هي وين وقت تقول وين البترول بمعنى انك جزمت انه فما بترول اي يقولوا لنا عليه وينه. اوكي كيما ثم ناس صادقين في الشعب حب تخدم، كيما ثم خبراء صادقين زاد حب تخدم البلاد هذيا. دونك ثم ناس طرحت القضيه هذه، قالت عندنا بترول، قالت عندنا فوسفات، وكلمه وين البترول في حد ذاتها راهو هي جات في البترول لكن ما تقصدش بترول بركه، هي تقصد ثروات البلاد الكل، الغاز والفوسفات كل شيء والفلاحه والملح كل الثروات هي في الحقيقه. لكن كيما نحن متاكدين من روحنا وصادقين اللي نحن نتحركوا امنين يعني امنين انه البلاد هذيا فيها ثروات، كذلك ثم خبراء خويا كيما باهي ما ثماش اخويا كذب الخبراء هذوما، كذبوا بالمعطيات بالوثائق بالادله. نرجع لك بعد شويه جاوبني على السؤال اللي معيز ولو طاروا، على الاقل هذا اللي تقولوا الدوله اليوم هي تقول لكم راهو هاو الوثائق، هاي الارقام منشوره، يا ودي راهو ما عندناش، راهي الدنيا متخذت، انا يعلم بيا ربي نكلت وندور من بلاد لبلاد، كان جا عندي بترول راني انا اولى به، وانتم شادين صحيح باقي في وينو البترول وراهو فما بترول، بمعنى علاش التعنت هذايا؟ راجع لك بعد شويه جاوبني على السؤال، وراجع لك سيدي دا مامون نفس السؤال تقريبا في شكل اخر اللي هو الدوله اليوم مديونه والدوله تعاني والدوله اقتصادها منهار، معناتها لو كان عندها بترول كانت هي اولى به ان تعاون به روحها، فمش حكومه تحب تطيح، معناتها الحكومه اللي تحب تنجح زاد لازم تعيش شعبها، ففرصتها انها تطلع البترول وتعيش شعبها وتشيخه حتى ولو هو قاعد في الدار راقد، خير من اللي يطيحوها وخير من اللي تقعد تشد الكراسي وهي بيدها تنجم حتى شهريه تعليهم لانه عنده بترول، فشهريه وزير في دوله فيها البترول مش كما شهريه وزير في دوله ما فيهاش بترول. الحمله بدات هكا قراءه لاشرف عبد السلام نسمعوها ونرجعوا نجاوبوا على الاسئله. في حلقه اليوم وين البترول في اطار الحمله هذه وفي اطار اختلاف الاراء، في المقابل الجزائر تدخل على الخط من خلال صحيفه الفجر الجزائريه في ارتيكل البارح اثار جدل كبير تحت عنوان حمله وين البترول في تونس مؤامره ضد الجزائر، وتقول في
المقال نتاعها الصحيفه هذه وفق ما جاء في المقال انه الواقفين وراء حمله توينو بترولي يعلمون جيدا بانه لا وجود لثروات نفطيه في تونس مثل ما يعملون على ايهام به الشعب. وتأكد الصحيفة أنهم يسعون لذلك بالاستعانة بشبكات فيسبوكية ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعروفة بولائها لهم لتمتد عدوى توينو بترولي إلى الجزائر التي تمر بدورها بوضع اجتماعي صعب في الفترة الحالية، مما قد يسيل لعاب تلك القوى الأجنبية لإيجاد مدخل للسيطرة على أكثر الثروات الطبيعية الهائلة التي تتوفر عليها الجزائر بعد أن فشلت محاولات سابقة بفضل متانة ويقظة أجهزتها المخابراتية العسكرية. صحيفة مشت لبعيد، مشت حتى إلى التخابر وصفحات اجتماعية مأجورة على مستوى الفيسبوك حرقوا الحملة انطلاقا من تونس باش تتعدى العدوى كما تعديت عدوى الثورة إلى الجزائر من منطلق أنه يحرقوا الوضع في الجزائر. حدا حزام معنا رئيس تحرير الفجر الجزائرية ناخذ من عندها تفاصيل القراءة هذه والعنوان المثير هذايا. حدا مرحبا. دونك الوقت يجري بطبيعته. قلت لك دولة تقول لي فيها البترول ومخبية ومطفية الضوء، شنو مصلحتها حكومة كيما هكا تعاني تكلت تجري تتسلف وشعبها يعاني بالشكل هذا انها ما تكشفش؟ الحقول الموجودة اليوم واضحة وموجودة من الشمال. على مسؤوليتك شنو الادله اللي على عندك؟ مسؤوليتي شنو الادله اللي عندك والارقام شو تقول؟ في تونس احنا اش عندنا سي جي جي فيريتاس، هي اللي الوحيده اللي تعمل السيسميك والانتربريتاسيون تاع لي سيسميك اللي موجودين في تونس الكل. دونك احنا هذه دوله اجنبيه تعمل لي سيسميك. اذا هي ما تعطيناش المعطيات احنا نقولوا ما عندناش بترول. احنا تعلمنا انه ما عندناش بترول من الصغرى، والحمد لله على الاقل ثقفنا شويه وتعلمنا. كان جا عندنا بترول ما وصلناش للدرجه هذه في التحضر وفي الخطابه وفي التعليم. الحمد لله. اما اليوم عملنا على روحنا، عملنا على اليوم البلاد في عجز، اليوم البلاد في ازمه، اليوم تستحق مدخراتها. او اليوم اللي لازم تمشي تجبد الثروات نتاعها. اما كانش باش نلقوا رواحنا ترهنا، واحنا ديجا ترهنا، وباش نلقوا الشعب بعد يولي ممكن مستعمر. ولهذا اليوم هذا علاش اليوم جينا في الوقت انه باش نكونوا نطالبوا بترولنا اليوم، خاطر اسهل حاجه بالنسبه لنا احنا باش نسترجعوا العافيه الاقتصاديه وما نوصلوش معناها العجز الطاقي اللي واصلين 3700 مليار هو انه بترولنا او احنا اولى به. هذه حاجه باش نقولها باش نرد الكلام نتاع العكروت. العكروت اش قال احنا نخدموا بالثقه في العدادات، قال نخدموا مع الثقه مع شركات اجنبيه. هذه كلمه نتاع انسان مسؤول. هذه مليارديات نتاع الشعب انت تتعامل فيها بالثقه. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية قال ما نفكوش لي بيرمي. وقت اللي قلنا له ثم دي بيرمي عندهم 15 سنة وناس راقدة وما تحفرش، وقت اللي ثم آبار موجودة نفط، لكن هم ما يستنوا فشكون الشركة اللي تجي. وأنا نجم نقصد الأشخاص اللي هم ماخذين العمليات هذه، فهمتني؟ موجودين. العملية الأخرى نتاع زعفران من زعفران 2007 الفوار 2007 حتى 2012 الشركة هذه عندها التزامات 7.8 مليون دولار وما قامتش باللي يلزم عليها في 5 سنوات، ما عملت شيء. دونك تونس تسترجع وتهزك 7.8 مليار. دونك تمشي في تونس اش تمدد له وتخلي اجنبي يجي في 2014 و2015 اكتشف ما اكتشف حتى شيء. مشى للستركتور نتاع صبريه اللي احنا نعرفوه واللي هو قاعد ينتج، وجاوا في البوردور نتاعو وحفروا بير. وباش تشوفوا الوقت اللي باش يجي الخصام اللي باش يكون ما بين زوج حقول هذوما، باش تشوف العركه اللي باش تصير خاطر يجبد من حق الصبريه. هذه نقطه. الاكتشاف لا شيء، عمر اكتشاف تاع نفط ما يكون في 8 شهور. ثاني حاجه اللي قالها سي العكروت قال ما نفكوش لي بيرمي، ما نفكوش، احنا نحبوا نشجعوا الاستثمار. ها باش نعطيه اللي هو فك دو بيرمي، فك البيرمي نتاع سوند عليه وقت يخسرها في 100 مليار وحجز لها 15 مليار في الكونت هنا موجوده وفكها. قالوا له اعطينا تمديد 6 شهور، ما حبش يتمد، والاخرى يمدوا لهم 15 سنه وما فكلهمش. هذه واحده. ثاني حاجه فك البرمي نتاع قصر احداد شركه صينيه وعطاها شركه انجليزيه، وباش عطاها اللي كانت تسترجع الدوله 80%. الشركه الصينيه هربت، تسترجعوا الدوله 80% مش نبيعوه ولا نستغلوه. مشى عطاه لشركه انجليزيه 80% ببلاش بزيرو في المليم. واضح انكم ماشيين الى التصوير. هذه حاجه. ثاني حاجه ثالث حاجه باش نقولها في التست البارح سي ياسين المستيري في التلفزه
قال اللي التست ينجم يقعد 9 سنين. التست في بير يقعد ما بين 7 أيام و72 ساعة، ما بين 72 ساعة و7 أيام. إذا قعد التست ايش يعملوا؟ كل بئر نتاع نفط نكتشفوه يعملوا لنا الجبد نتاعو في فترة التست حتى توفى البير، وبعد ما يوفى يطلع الماء يقولوا لتونس تو باش نتقاسموا. ثم آبار ماتت نتجت وماتت وهي في التست. في التست ايش معناها؟ تونس تاخذ كان 10%، معناها نفطنا الكل مشى في التست. وانا عندنا قضايا بتاع بني خلات انه من 2000 كان كي قامت الثوره في زوز حقول في ستورم وفي بني خلات، عندنا الوثائق هذا عليه قدمناهم اللي ما استعملوا كان بعد الثوره مشاو صحوا العقود. باهي الأسعد نوادي يبدو انه ماشيين في تصعيد. لا احنا توا شنو طالبين؟ عندنا الفصل 12 يجب ان تعمل الدولة على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية. احنا اللي طالبينه هذا جاء حطوه راهو في الدستور مش نحن طبعا. طيب الفصل 13 السيادة على الثروات الطبيعية هي للشعب التونسي، وهذا جاء في قرار الجمعية العامة في 14 ديسمبر 1962 في الأمم المتحدة، السيادة الدائمة للشعوب على ثرواتها الطبيعية. شنو طالبين؟ نحن طالبين عن المرسوم ايضا عدد 41 لسنه 2011 متعلق بحق النفاذ للمعلومه، يعطيك اللي الدوله يلزم تحط الاصول نتاعها والديون نتاعها على ذمه العموم على شبكه الانترنت. هي وين هذا؟ هاو الفصل 5 يقول لك الدولة تحط كل المعلومات اللي تتعلق بالمالية العمومية بالمديونية نتاعها أصول وديون الدولة. طيب هي هذا يا خويا احنا تعرف شنو فاش بغضونا تو. جاوبوني على سؤالي علاش دولة اللي بغضونا تو حاليا. جاوبوني على سؤالي علاش دولة مديونة تكلت يعلم بها ربي مخبي هذا الكل؟ يا اخي الدولة علاش ما تستغلش الشيء هذا باش تمنع روحها وتمنع حكومتها؟ اللوبيات اقوى من الدولة. انت عندك اليوم لحظة يقول في كلامك ليتاب انا ناكد لك ليتاب اقوى من الدولة، دولة اقوى من الدولة نتاع تونس. انت عندك ليتاب تغلب الدولة، تغلب اقوى من الدولة. انا ناكد هذا، وهي اللوبيات نتاعها اقوى من الدولة. واضح. وكان واحد ينجم يمثل اليوم الجروب بالشماوي، انا قدام الشعب التونسي كان واحد ينجم يمثل جروب بالشماوي. انت تعرف ثم اليوم ثم جبة الدولة، ومن داخل توجد المافيات واللوبيات وتوجد لندن جريتا. هل نحن اليوم بصدد بناء دولة القانون أم بناء دولة لندن جريتا؟ أي المافيا والعصابة، وهي لندن جريتا هي أخطر مافيا موجودة في العالم. سؤال مطروح وحق الرد للجميع اللي تذكروا اليوم كالابريا. واضح. في البلاتو الأغلب الوقت يجي متابعين معك سيف نكملوا فيسا معناتها علاء بليتو على الدين عطية منسق في حملة تأوين البترول الخطوات القادمة، تحضير لمليونية سميتوها يظل السبت القادم وخطوات تصعيدية. اكيد اهم حاجه باختصار، اهم من هذا الكل نحب شباب الفيسبوك يتوحد قبل كل شيء. راي الحمله هذيا مسؤول عليها كل مواطن مؤمن بها، ماهيش باسم لا زيد لا عمر لا فلان لا فلتان. هذه اهم حاجه، الناس الكل تشارك فيها بصدق بقلب صافي ومن غير تفرقه، خاطر التفرقه هذيا ماهيش في مصلحه التوانسه. والمساج المهم بربي يزي ما نسبوا في بعضنا. الناس تحب هذا شنو حبيت نقول. الحمله هذه ويمشي لها وينخرط فيها حر، واللي يراها تافهه زادها وما عندها حتى قيمه وهذه الناس ما تحبش تخدم زادها. هذه راي بعيده كل البعد، وهذا راهو حكيناه حتى في وسائل الاعلام، قلنا راي بعيده كل البعد. لا فما ناس تحب تسيسها، لا قلنا راي بعيده، فما ناس تحب تركب على احداث كالعاده. الله غالب. اذا كان ثم عباد يجي تحب توظف مساله، راهو نحن براء من اصحاب دكاكين تجاره السياسه. ايضا المرتزقه نتاع تجاره القانون الدستوري نحن براء منهم، والدليل على ذلك انه الناس التجار القانون الدستوري اللي كسرونا روسنا بنقاشاتهم السفسطائيه وقت اللي يتم في الاعداد للدستور، هذوما ما سمعناهمش اليوم، لا سمعناهم في هذه ولا سمعناهم ايضا في مشروع القانون. ما سمعناهمش ايضا في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى عليه حلقه خاصه اللي هو مهزله وفضيحه، وان شاء الله يخرج معناتها الراي الدستوري وتو نشوفوا درجه الجهل والانحطاط والانحدار اللي دخلنا شكرا لك لسعد الذوادي، خبير في الجبايه، سيدي مامون خبير دولي في البترول. شكرا على كل المعلومات. سي علاء الدين جوهرة FM. الدنيا وما فيها.